لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي، في قناة أم نازين، فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي، وإن شاء الله هذا الفيروس ما يكون مس حتى واحد منكم أو من حبابكم. إن شاء الله ما يطولش، ما نطولوش، ويرفع علينا ربي هذا الوباء عن قريب، ونرجعوا نعيشوا حياة طبيعية كما كنا في الأول. المهم فيديو اليوم جبت لكم سكوتشو ساهل بزاف بنين، محضر في البيت على بلاص باش نروحوا نشروه من الحانوت برا. ما على بالناش اسكو نقي ماشي نقي، الفيروس هذا راه يتسبب الواحد ايفيتي لو ماكسيموم. اون بليس نفرحوا بوليداتنا مساكن اللي راهم محبوسين في الدار، نسيو نفرحوهم اي شيء بسيط مهما كان بسيط يفرحوا به مساكن. كيما راكم تشوفوا فيديو اليوم هو مسكوتشو منكه بعصير البرتقال بزاف بنين، و بليس دو سا فيه فيتامين سي. الفترة اللي رانا نمرو بها لازم ندخلو بزاف دي فيتامين سي في المأكولات تاعنا، كسوسوا دي زيترون ولا دي زورانج ولا البيرسيل ولا المهم كل المأكولات اللي فيها فيتامين سي تنفعنا بزاف وتنقص علينا، تنفعنا في جهاز المناعة، تنقص علينا الإصابة بهذا الفيروس إن شاء الله. المهم مسكوتشو ما فيه والو، فيه 3 حبات بيض كانوا في الباطل كما شفتوا. درت لهم كاس الا ربع سكر، الكاس يفقد 210 مليلتر. وضفت لهم نص كاس زيت، نضيفوه بالتدريج ماشي دفعه واحده، ومام طون الباطل راه يضرب في المكونات. من بعد نضيفو لهم الجي هذاك تاع حبه شينه كبيره. قبل ما نعصروها نبشروها كامل، نغسلوها بيان سور، ننظفوها بيان ونبشروها كامل ونعصروها. انا هذه جبت لي قريب نص كاس عصير باسكو كبيره. وثانيت على بلاص باش ندير لها لافاني درت لها هاد البو تاع ياغورت اروماتيزي، وقيلا دوك نكهه الابريكو تجي بزاف بنينه مع التشينا. هنايا كنت ديجا نخلت او غربلت كاس ونص تاع لافارين باش يدخل فيها كميه من الهواء تساعدنا في المسكوتشو تاعنا باش يجينا طالع. واستعملت هنايا ان باكي دمي تاع لا ليفور، ما استعملتش لي دو باكي باسكو كي تكون لا ليفور بزاف تطلق لنا ان اريير غو، تحسيها في لسانك بلي تحرق. ان باكي دمي يكفي في هذا الاخر، في هذا المسكوتشو. هنايا نسيو ندخلو كامل المكونات اللي كانت لاصقه في الباتور باش ما يبقالناش بلاك لا ليفور تكون لاصقه، ولا لازم كامل نستغلوهم. هذا هو القوام تاع المسكوتشو، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. المول اللي نطيب فيه المسكوتشو دهنته بالزيت او بالزبده كيما تحبي، ودرت له شويه لافارين باش نيفيتو تلصق لنا المسكوتشو تاعنا. وكنت ديجا شعلت الفور يسخن 10 مينوت ولا 20 مينوت على لافونس، على 150 دوغري ولا 180 دوغري. ليسونسيال انا نراقبها، انا ما نخليهاش نبقى نراقبها. وكي خرجناها من الكوشه هي ابخي اون دوميير ولا ميم با، درتها في سنيوه فيها الماء البارد باش هذاك لو شوك يخلي المسكوتشو تتسيبارا على المول اللي راهي فيه، تجينا فاصيل باش ديموليها. فوالا هي ماشي لاصقه، دابيتي يديروا لي بزاف الكوارث.
الحمد لله ما لصقتش، بالخف تنحات. وهذا هو المسكوتشو تاعنا، ساهل بالخف يحضر بالخف يوجد، بنين بزاف. وطريقه التزيين انت واش عندك في الدار؟ انايا طبيتي ندير الشوكولا نذوبها ونديرها من الفوق، بصح كون ما كانش كاين عندي درت لها جوست سكر كلاص. مادام هي سخونه باش هذاك السكر كلاص شغل يذوب ويلصق فيها. سينو انتي واش عندك في الدار؟ تقدري ديري المعجون تاع المشماش وفوق سكر كلاص، تقدري تخليها هكاك سامبل تجي تاني بنينه. وبالصحه والهنا، ان شاء الله تعجبكم المسكوتشو هذه وتجربوها وتفرحوا بها وليداتكم وخير من تشريها من برا. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله يا ربي لا يرفع علينا هذا الوباء. ندعو بزاف ونكثروا الاستغفار، وان شاء الله يا ربي ما يطولش علينا الوباء.